البلوجر لولا فاني عاشت مأساة صعبة جدا الفترة الأخيرة، وده بسبب تعرض طليقها أو أبو بنتها لحادث صعب جدا وسبب وفاته. الحادث ده كان عبارة عن إنه العمارة اللي هو كان ساكن فيها وقعت بالكامل عليه. ويمكن أغلب الناس أو كل الناس سمعت عن موضوع الحادثة اللي حصلت دي، أو موضوع العمارة اللي وقعت كانت في حدائق القبة. ويمكن اللي شهرها اكتر لما طلعت اتكلمت اصلا عنها لولا فاني، وقعدت تقول ادعوا لطليق انه يطلع بالسلامه وكده، فالناس بدات ان هي تعرف الموضوع اكتر، وقعدت طبعا الناس تتفاعل مع الموضوع، تدعي له بشكل كبير ان هو يطلع. لان فعلا كانت هي عندها امل كبير ان هو يطلع سليم من المكان ده، لكن ربنا ما ارادش ده واراد ان هو يتوفى. وبعد ما توفى كانت حزينة جدا جدا عليه، ونزلت يعني ستوري كتير وكلام كتير جدا بيدل ان هي فعلا زعلانة عليه. ودايما كانت بتقول للناس انا عارفة ان انتوا يعني مستغربين حزني عليه، بس انا زعلانة عليه بجد، عشان خاطر هو في الاول وفي الاخر ابو بنتي. فانا زعلانة ان بنتي هتبقى يعني يتيمة من غير اب، ده احساس صعب جدا جدا، فده يمكن سبب زعلي عليه. ربنا يرحمه ويغفر له ذنوبه. وقالت حتى لو كان في مشاكل ما بيننا فخلاص، يعني انا مش فاكرة اي حاجة منه، ومسامحاه مسامحاه جدا. وربنا ان شاء الله يعني بتقول يحتسبه من الشهداء. فدايما كانت بتنزل ان هي كمان راحت القبر وصورت هناك، وقالت ان انا زعلانه جدا عليه، وان هو اول ليله هيقضيها في بيته الجديد او اللي هو القبر يعني. وكانت دايما بتنزل وكانت لما برضو راح في المشرحه او تلاجة الموتى، كانت برضو بتصور هناك وبتكتب يعني ربنا يرحمك واخر مره هشوفك والكلام ده كله. على قد ما هي كانت بتنزل الحاجات دي كلها، في ناس كانت يعني ناس قسمت نصين. في ناس شافت اني ربنا يرحمه فعلا، وكانوا بيقعدوا يصبروها انك انت فعلا يعني امر صعب جدا، وفعلا هو مهما كان ابو بنتك فربنا يصبرك، وحسوا ان هي فعلا يعني حسوا بحزنها فعلا. وعلى الجانب الاخر في ناس تانية شافت اني انت لو زعلانه ما كنتيش هتنزلي ستوري، انت لو زعلانه ما كانش هيبقى عندك وقت تعملي اي حاجه اصلا وتصوري. انت بتعملي كده عشان خاطر الترند. انت المفروض ان لما يكون حد عنده حياه وفاه اصلا ما يبقاش عنده وقت ان هو يصور وينزل ستوري. لما يكون رايح القبر او رايح مشرحه بيكون اصلا في حاله صعبه جدا جدا، فما بيبقاش اصلا عنده دماغ ان هو يصور ويكتب والكلام ده كله. في ناس شافت ان يعني الموضوع بالشكل ده، وفي ناس شافت الموضوع ان هو لا، ممكن يكون بس بيعملوا كاتريند، فالله اعلم يعني. دي حاجه عند ربنا، محدش يقدر يعرف نوايا الناس عامله ازاي. والله اعلم. ممكن تكون بتكتب الحاجات دي يعني عشان خاطر هي زعلانه جدا وحزينه، فبتحاول ان هي تخرج الحزن اللي جواها ده عشان خاطر ما تتعبش وما يأثرش عليها، خصوصا ان هي كمان اصلا مريضه. فالموضوع ده ممكن الحزن ده يأثر عليها اكتر فتتعب، فممكن يكون اللي هي بتعمله ده طريقه لتخريج الحزن اللي جواها عشان خاطر ما تتأثرش وتتعب. فالله اعلم بنوايا الناس، ما ينفعش ان احنا نحكم على حد، الله اعلم. كل اللي اقدر اقوله ربنا يرحمها ويصبرها والنهارده نزلت شات ما بينه وما بينها، ربنا يرحمه يا رب. كانت بتقول له فيه ان هو ياخد اولاده بحيث ان هم يتفسحوا عنده شويه في الاجازه. فهو قال لها لا، او كان عندي ظرف او عندي شغل تاني يعني، فما قدرش ان هو ياخدهم. الناس بتقول لها الحمد لله ان هو ما خدهمش، طبعا ليهم عمر عشان هم ليهم عمر، فالحمد لله ان ربنا ما ارادش ان هم يكونوا معاه في الوقت ده.